أصحابي عاملين إيه؟ يا ترى مستعدين نلعب ونجرب مع بعض حاجات جديدة ونكتشف مع بعض سر من أسرار العلوم؟ أنا فيرو، وفي مختبر فيرو هندخل مع بعض في مغامرة من مغامرات عالم العلوم. ازيك يا مايكل، عامل إيه؟ الحمد لله. ازيك يا فيرو؟ أنا الحمد لله بخير ومتحمسة جدا أعرف سؤالك النهاردة. انا شفت ناس كانوا بيستنشقوا بالونه، كان صوتهم بيتغير وكانوا بيقولوا ان ده بسبب الهيليوم. هو الهيليوم فعلا بيغير الصوت؟ سؤالك حلو قوي يا مايكل. طب إيه رأيك وإيه رأيكم يا أصحابي لو نجرب ده مع بعض بشكل عملي ونشوف هل فعلا الهيليوم بيغير الصوت، ويا ترى ليه؟ تجربة النهارده يا أصحابي بسيطة جدا. هي معانا بالونات هيليوم وهنستنشق أنا ومايكل ونشوف هل فعلا صوتنا يتغير ولا لأ. جاهز يا مايكل؟ جاهز. يلا 1 2 3. صوتي اتغير؟ ايه ده؟ انت كمان صوتك اتغير؟ ايه ده ازاي؟ صوتنا راح فين؟ هنكمل بقية الحلقة ازاي دلوقتي؟ رجعنا لكم تاني يا أصحابي وصوتنا كمان رجع لنا. إيه رأيك تجربة النهارده يا مايكل؟ حلوة، بس ليه صوتي اتغير؟ السبب يا أصحابي إن الهواء اللي حوالينا بيتكون من غازين مهمين جدا، وهو غاز النيتروجين وغاز الأكسجين. ولما بنتكلم يا مايكل صوتنا اللي طالع مننا يبقى طالع في شكل موجات، والموجات دي بتمشي بسرعة معينة في الهواء ده. فلما استنشقنا الهيليوم ده خلى ان موجات الصوت بتاعتنا سرعتها تتغير عن السرعة اللي هي متعودة عليها، علشان كده صوتنا اتغير. طب انا عاوزة استنشق هيليوم كل يوم عشان صوتي يتغير. لا يا مايكل، ما ينفعش. وما ينفعش يا صحابي احنا كمان نجرب التجربة دي في البيت لوحدنا، لأنه لو لا قدر الله استنشقنا كمية كبيرة من الهيليوم ممكن يؤدي للوفاة. عشان كده يا أصحابي لو قررنا إن احنا نجرب التجربة دي في البيت لازم يكون معانا بابا أو ماما أو حد كبير علشان يعرفنا الكمية المناسبة اللي ينفع نستنشقها من الهيليوم. عرفت ليه يا مايكل؟ للأسف يا أصحابي وقت حلقتنا خلص، بس استناكم في حلقة جديدة علشان ندخل مع بعض في مغامرة جديدة من مغامرات مختبر فيرو. باي.